مرة أخرى مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس أينما كنتم إلى استاد عبد الله بن خليفة ولحظات التتويج على مستوى منافسات بطولة كأس قطر، البطولة التي تقام في نسختها رقم 7 والتتويج الثالث لنادي السد الدحيل بطل هذه المسابقة في مرتين، ونادي الجيش النادي الذي اعلن اندماجه مع نادي الدحيل بطل هذه المسابقة في مرتين، والسد اليوم يتوج بلقب هذه البطولة للمرة الثالثة. شكرا لنادي الدحيل وللاعبيه على ما قدموه في هذا اللقاء وعلى ظهورهم في مباراة اليوم بشكل يعني يليق بسمعة هذا الحدث. شكرا لكل الأسماء التي حضرت على مستوى اللاعبين، على المستوى الجهاز الفني. هنا سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وبجواره رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة الثاني أيضا هو الآخر. يسلمون نادي الدحيل جوائز المركز الثاني والميداليات الفضية. مونتاري الغائب الأبرز عن هذه المواجهة ومن خلال أحداث هذا اللقاء حارس المرمى صلاح زكريا هو الآخر. علي حسن عفيف شقيق أكرم. اللقاء الذي يتجدد ما بين الاثنين دائما على مستوى المباريات النهائية. اليوم أكرم غايب بسبب الإيقاف وعلي كان حاضرا. شكرا للاعبين نادي الدحيل على كل ما قدموه، وهارد لك إن شاء الله معوضين خلال الفترة القادمة وخلال المباريات القادمة وخلال المواجهات القادمة والبطولات الأخرى. اللقب رقم 74 لمصلحة الزعيم السداوي، هذه الكأس الجديدة بنسختها الجديدة بتصميمها الجديد بالحضور المتميز دائما على مستوى التصميم للمسابقات الكروية القطرية. عبد الكريم حسن يتقدم لاستلام الميدالية الذهبية، الرجل الذي قدم أداء كبيرا جدا. أحمد بدر سيار. نام تايهي عراب هذه البطولة هدافها التاريخي برصيد 6 أهداف وصاحب أسرع هدف بعد دقيقة وحيدة، واللقب الرابع اليوم في مسيرته كأكثر لاعب توج بلقب مسابقة بطولة كأس قطر. اللقب الثامن في المجمل العام لتتواصل نجاحات هذا الموسم الكبير للمدرب الإسباني تشافي هرنانديز. سعادة الشيخ راعي المناسبة يسلم بطولة كأس قطر لكابتن نادي السد ولمدرب نادي السد الهيدوس. يرفع اللقب رقم 74 تاريخيا مع الزعيم السداوي. 74 بطولة والزعيم من يصل إليه من طولة. لقب جديد لمسيرة تتجدد في كل موسم. 1000 مليون مبروك لنادي السد ولمحبيه وعشاقه وجماهيره في كل مكان. عرض لك نادي الدحيل ومن وقف معه في مباراة اليوم ولمحبي ولمجلس إدارته وجهازه الفني. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل أحداث هذا اللقاء. نترككم مع لحظات الاستمتاع بلقب جديد يضاف إلى خزينة ألقاب نادي السد إلى أن يتجدد الموعد في مباريات أخرى قادمة. دمتم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء. كرة منذ الدقائق الأولى يبحث من خلالها السد عرضية في منطقة الجزاء وبعيدة، لا زالت مستمرة ملعوبة من نايف، لا زالت قائمة.
لقب جديد، وهو من اعتاد على ذلك على غير العادة. مقصية أكروباتية ذاب الكيك. مرة أخرى مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، إلى استاد عبد الله بن خليفة ولحظات التتويج على مستوى منافسات بطولة كأس قطر، البطولة التي تقام في نسختها رقم 7 والتتويج الثالث لنادي السد الدحيل بطل هذه المسابقة في مرتين، ونادي الجيش نادي الذي أعلن اندماجه مع نادي الدحيل بطل هذه المسابقة في مرتين، والسد